هو الموضوع بس انه بتعرفي هنا بدولة الامارات اطلقوا السنة هذه عام القراءة. نعم. ومن بهذا الباب صرت بالسناب شات بستخدمه والانستغرام كمان كمواقع اجتماعية بشجع الناس على القراءة. فكل مرة بختار كتاب بصور الغلاف تبعه، بصور مثلا بعض الصفحات، بحط لاين مثلا تحتها وبقرأ لهم بعض الفقرات. نعم. فكان في كتاب عم بقرأ لنزار قباني اسمه لعبتها صح وها هي مفاتيحي. هذا الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة طرحت على نزار على مدى 40 سنة بالصحف والمجلات، يعني لقاءات. فكثير بتجيني أسئلة عن المرأة إنه أنا ضعيفة، أنا خايفة، فبحاول أشجع المرأة العربية أول شيء على القراءة من خلال عرض الكتب، وثانيا من خلال الجمل اللي بقراها لها من الكتب. فكان كاتب نزار قباني سألوه إذا الشاعر قادر على التغيير وإذا المرأة العربية قادرة على التغيير، فقال الكل قادر على التغيير. فذكر شخصيات سيدات عالميات، منهم ماريا كلاس، مريم نفرتيتي، كيلوباترا، شجرة الزرد، وجيهان السادات. فأنا قرأتها بالضبط مثل ما هي مكتوبة على لسان نزار قباني في الكتاب. فهو كتب جملة مجازية. هذه الجملة كانت عبارة إنه جيهان السادات شدت السادات من أذنيه إلى تل أبيب. فهي كانت مجازية، مش معناته شدته مسكت ابنه شدته، ولكن في النهاية بغض النظر هو نزار قباني قائلها. طبعا المذيعة اللي نقلت الخبر لجيهان لسكين السادات واضح انه عندها فقر بالاعداد، هي مع طريق الاعداد تبعهم وما كانت المواضيع. عملوك عراقية. عملوك عراقية. اي بالضبط، عملوني عراقية، والست كانت قالت يا تركيا يا قطرية ودخلوا في السياسة وشوفي كيف سبحان الله. انا هدفي اشجع الناس المتابعين على القراءة واشجع السيدات انه انتم قادرات وانكم قويات، وجبتهم امثله على لسان نزار كيف تحرك الكلام. وفي ناس بتتصيد بالمية العكرة وانا بقصد البرنامج اللي طرح الموضوع، لانه جابوا بس الفقره اللي انا بقرا فيها ولا ذكروا ان انا اخذتها من كتاب، ولا ذكروا انه هذا الكتاب لنزار قباني وهذا على لسانه. اخذوا جزء بس من الموضوع وتركوا الجزء الاهم، وبنوا على هذه الجزئيه الصغيره كلام كبير اساءوا لي فيه وطلعوني بشكل سيء. صح. انا على فكره انبسطت من هذا الموضوع كله، يعني خليت الشوشره كلها على جنب، بس هذا الشيء يعني اعطاني تاكيد مدى تاثير السوشيال ميديا وكيف السناب شات هلا مؤثر. اكيد. وهذا بيخليني بالعكس اصر على استخدام السناب شات باي هدف عندي، بس بيكون هدف ايجابي اكيد.